مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. 100 يوم تعبن سيشن رقم 80. نفس مرة واحدة. دخل في سبعة نطلع في سبعة. نشتغل على التوبيك اللي احنا بنشتغل عليه كل اسبوع. انا حاسة ان انا نوت انف. نفس مرة واحدة دخل في سبعة. طلع في سبعة تاني. ونفكر في موقف واحد او لحظة واحدة انا حاسة قصادها ان انا نوت انف، برغم ان انا حاسة ان انا نوت انف. بحب نفسي تماما واقبلها بدون حدود، برغم ان انا حاسه ان انا not enough. بحب نفسي تماما واقبلها بدون حدود، رغم ان انا حاسه ان انا not enough. بحب نفسي تماما واقبلها بدون حدود. انا حاسه ان انا not enough. حاسه ان انا not enough. مش بتابع عشان احس ان انا ممكن اجوت accepted في اللحظه دي. بتابع علشان احس الشيلد قصاد ان انا احس ان انا engaged في التاسك اللي انا عايزه اكون enough فيه. انا واقفه بره، مش بقدم ورقي اصلا، مش بقترح نفسي عشان ما ادخلش اصلا في مساحة اني اتقيم، اتقبل او اترفض. انا اصلا واقفة بره، مش بتاب عشان افتح الشيلد واسمح لنفسي اني اخوض التجربة. بتاب عشان اكونسيدر الليبل اللي بيقول ما تدخليش التجربة اصلا عشان انتي مش كفاية. just say yes لوقفتك بره. مش عايزة تقدمي ورقك عشان هتترفض. أنا منفعش، بس أنا مش سامحة لنفسي أدخل وأجرب عشان أحس إن أنا منفعش. أنا بعد خبرة معينة حصلت لي أخدت قرار قوي جدا 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 إني مش هدخل تاني في منافسة أو مقارنة. عشان كده حطيت شيلد وقفت بره. يعني لو هم كلهم بيطبخوا الغدا، أنا هعمل السلطة أو هطلع الأطباق. أنا بره الحدود، عشان ولا يتقال أكلي حلو ولا يتقال أكلي وحش. لا أتحمل أصلا لحظة التقييم، عشان أنا كده كده عارفة إني لو ما خدتش المركز الأخير أخدت اللي قبله، هيبقى كتر خير ربنا. عشان كده القرار بتاعي إنه أنا مختارة عمايل السلطة. just say yes to the shield. اسمح لنفسي أشوف نفسي وأنا واقفة ورا الشيلد. مش ناوية أعدي عشان أبقى engaged في اللي بيحصل. لو أنا مرتبطة بيه فأنا مش ناوية أختبر الحياة معاه.
ولو معروض عليا ترقية فمش هكتب اسمي في كشوف المرشحين. I will stick to the current position عشان ما صدقت لقيت ليا مكان. ما اقدرش احاول اتحرك اتطور في المكان بتاعي فيكتشفوا ان انا منفعش اصلا. just say yes للولاء الشديد للشيلد اللي انا واقفه وراه. مش بتاب عشان افتحه، بتاب عشان اعمل له consideration من جسمي. البادي ريلاكسنج اللي انا حسيته بيقول لي ان انا ادركت النقطه اللي انا واقفه فيها. انا فعلا ما شاركتش في التجربه عشان اعرف اذا كنت enough ولا not enough. حتى جوازي او خطوبتي انا مش مشاركه فيها، انا مجرد رد فعل. لكن طاقتي الحقيقيه اللي بتدعم معتقداتي وافكاري وانماط تفكيري I'm not showing out my true me. انا كنت عايشه من فوق الوش في العلاقه او من ورا الشيء. just say yes. البادي ريلاكسنج اللي انا حاساه بيقول لي ان انا مدركه ان انا مش بشارك في اي حاجه في الحياه عشان النوت enough بتاعتي ما تبانش. just say yes. انا مش هشارك في اي حاجه عشان النوت enough بتاعتي ما تبانش. مش بتابع عشان اشارك، بتابع عشان احس اللي انا حاساه. this stuckness. انا نفسي الشيء. برغم ان انا لسه مقتنعه بان الوقفه بره احسن وان اللي على البر عوام زي ما بيقولوا، وان انا مش عايزه ادخل اللعبه دي عشان ما يبانش اني ما بعرفش. ما بحبش العب. لا انا ما بعرفش. ما بحبش ادخل عشان ما يبانش اني ما بعرفش. بحب نفسي اقبلها بدون حدود. مش بتاب عشان ادخل، بتاب عشان اسمح للشعور اللي بيقول ان انا مش عايزه اشارك في العمق يكون موجود. مش عايزه اشارك في الحاجه. مش عايزه. مش عايزه عشان انا ما ينفعش. مش عايزه اخرج معاهم عشان هيقولوا عليا دمي تقيل. مش عايزه عشان ما ينفعش. طبعا في الاخر برجع اقول ما خدونيش، بس هي في الاصل اسمها مش عايزه عشان ما ينفعش. مش عايزه عشان برغم ان انا حاسه ان انا مرتاحه مع حالي الحالي. حاسه بودي ريلاكسنج وان انا فعلا مختاره
إني ما جربش أشو out my skills عشان ما يتحكمش عليها، فمختارة إني أفضل واقفة ورا عشان يختاروا اللي هم عايزينه وما يشوفونيش. بحب نفسي أبقى أنا هدوم. أنا مختارة ما أشاركش، مش بتابع عشان أزق نفسي عشان أشارك، بتابع عشان الأثبت اللي مختارة ما تشاركش اسمح لها تكون موجودة. just say yes. مختارة ما أشاركش. أنا مختارة ما أشاركش. بادي ريلاكسنج بيقول لي إن أنا بقيت صادقة مع نفسي في قصة ليه أنا بترفض في الفرص. بقى عندي شعور إن أنا مش عايزة أزق نفسي في أي فرصة وخلاص، لمجرد إن أنا آخد القيمة من خلالها. بتنفس مرة واحدة، بدخل في 7، بطلع في 7، تستقبل نور مكان اللي خرج. شكرا لك.